السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رحمة الله على أبونا زايد رحمة الأبرار، رحمة الله على الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. ستظل المغرب والإمارات دم واحد جسد واحد، مهما يحاول الدول لن يستطيعوا والله أن يجعلوا مفرق شعرة فيما بيننا وبين المغرب. علاقة المغرب بالإمارات علاقة قديمة، وما يثار الآن من الإعلام من دولة شقيقة مثل دولة الجزائر وغيره، نعم نكرر ونقول بما تقول به حكومتنا: ندعم سيادة المغرب، ندعم المملكة المغربية الشريفة، ندعم سيادتها كاملة على الصحراء المغربية. نعم، المغرب لها نظرة وبعد سياسي قديم، ولأنها والله عندها حسن النية وعندها الطيبة فهي محفوظة ومحمية من رب العالمين إلى يوم القيامة إن شاء الله. لم ترى الحقد لأي دولة في حياتها مع عظمتها كالمملكة المغربية. ما أن شم ووصلت الأخبار وكانت لم تكن توصل فيها السوشيال ميديا، ولكن المغرب كانت متقدمة ولا زالت إلى اليوم. عرفت أن دولة الإمارات تريد أن تلم الشمل في تلك الإمارات الدول لتكون إمارة واحدة. في شهر أبريل قبل يعني في 1971 بشهر أبريل، قبل حتى تأسيس دولة الإمارات المعروف 2/12/1971، قبلها ب8 أشهر، دعوة رسمية من الملك رحمة الله عليه وطيب الله ثراه الحسن الثاني إلى أخيه رحمة الله على أبونا الشيخ زايد، عن طريق سفير المغرب في بغداد، بدعوة كريمة يدعوه إلى المغرب. ماذا قال أبونا زايد رحمة الله عليه؟ قال: كم من أخ بعيد أنفع من قريب. كلمات وهو حكيم العرب. نعم، لأنه وجد أيضا حكيم العرب أنه يريد الدعم عندما تخلت عنه بعض الدول في الدعم ليؤسس ويكون دولة الإمارات. وصل في زيارة رسمية، أعجب أبونا زايد رحمة الله عليه بالمغرب، حضارة المغرب وعظمة المغرب وأسلوب الملك، والملك من هو؟ الله أكبر، خليفة محمد الخامس. وأعجب بشخصيته وحبه وشعبه الكريم المتعلم المثقف. وعرض في وقتها الملك رحمة الله عليه الحسن الثاني أن ينقل ملف الإمارات إلى الأمم المتحدة، ولو أن التاريخ يقول أن الجزائر أول من عارض ذلك ولا تريد استقلال أو لا تريد إنشاء دولة الإمارات. نقل الملف وأرسل أكثر من 8000 من بواسل المغرب، والمغرب باسلة بأهلها وشبابها ورجالها، من الجيش المغربي والشرطة إلى الإمارات لحماية الحدود والوقوف. ولم يكن الشيخ زايد رحمة الله عليه يثق في شعب أكثر ما يثق من الشعب الجيش المغربي الباسل. وهل هناك أخلص من هذا الشعب وهم كرماء؟ تلومون في حب المغرب، لكن ما لفت نظري أيضا أن الشيخ زايد رحمة الله عليه كان جالسا في المغرب، والملك رحمة الله عليه الحسن الثاني كان واقفا. سأقول لكم وأخبركم ماذا قال، فقد كتبته لأنها كلمات نابعة من القلب. قال: حياك الله وبياك. هذه كلمات الحسن الثاني رحمة الله عليه. حياك الله وبياك، ومن كل شر وقاك، وإلى الهدى ومساعي الخير
وجميع ما تحبه من نعمة وكرمه هو حباك، ولأنك عزيز على شعبك فأنت عزيز علينا وعلى شعبنا. كلمات لا تصدر إلا من عظيم متواضع. الإمارات لا تنكر الجميل، لا تنكر من وقف معها، من ساندها بإخلاص وبدون طمع. رؤية ثاقبة لملك عادل رحمة الله عليهم. ها هي المغرب. لذلك لا تتعجبون من حب الإمارات وعشق الإمارات إلى المغرب، فهم أهل لذلك وهم يستحقون. الشعب المغربي شعب، كم فيديو أنا نزلت ولن نوفيهم حقهم، لذلك هم لهم حق علينا هني موجودين. لذلك لا نرضى لهم الإهانة أبدا، وهم أعزاز على أنفسهم. بيننا أنساب، بيننا أولاد، بيننا عوائل كريمة عفيفة شريفة من المغرب الشريف ومن شعب المغرب. تحيا أقلام المغرب التي لا زال كانت ولا زالت تدافع عن الإمارات. المغرب لا ترفع سيوفها ولا ترفع أقلامها بالباطل، إنما لتقول كلمة الحق، وهذا ما عودتنا عليه المغرب. تحية من القلب إليكم إخواننا وإلى كل العالم العربي. ولكن ما سطرت به هذا الفيديو هذا بسبب تصرفات إعلام من دولة شقيقة عزيزة على قلوبنا، الجزائر. تمنيت ونزلت في فيديو حوالي من دقائق فقط. تحية من القلب لكم أيها الشعب الحري الأبي المغربي. أنتم في قلوبنا وفي عيوننا، ونحن ندعمكم والله، وننتهج ما تنتهج به حكومتنا. تحياتي.